صباح الخير البنات، ان شاء الله تكونوا كامل بخير وعلى خير يا رب العالمين. اليوم ان شاء الله راح نديروا مع بعض بغرير الشهدة، خفيف الريشة واقتصادي وناجح من اول تجربة. البنات تبعوا معايا المقادير وطريقة التحضير مع بعض، والله ما راح تندموا عليه خياتي العزاز. هذا بغرير تاع دقيقة 90، في اي وقت ينفح لك ولا تتشهاوه ولا يجوك ضياف على غفلة، ما عليك غير على هاد الوصفة السهلة والاقتصادية، والأكثر من هذا بنينة بنين بالبزاف. نجوزو نشوف المقادير وطريقة التحضير مع بعض. وش عندنا البنات؟ كما راكم تلاحظوا مقادير بسيطة متواجدة في كل بيت. عندي هنايا ملعقة تاع الفرينة، عندي 3 كيسان تاع سميد يكون رطب، 3 كيسان سميد يكون رطب من نوعية المليحة. انا معتمدة في وصفاتي كي ندير المعجنات نحب ندير بالرطب، ما نحبش نستعمل المتوسط نهائيا. كاين وصفات السميد المتوسط، بصح انا في المعجنات كيما المسمن كيما البغرير كيما المحاجب نحب نستعمل ديما السميد اللي يكون رطب. هذا البغرير اقتصادي كما قلت لكم خياتي العزاز في الدقيقة 90. هنايا درت 2 كيسان تاع السميد اللي يكون رطب، نخلو هذيك قسم ملعقة نديروها اللي درناها في الاول تاع الفرينة. هنا راح نديرو ملعقة صغيرة تاع السكر العادي، نزيدو نضيفو معاها ملعقة صغيرة تاع الملح، ويقعد ديما على حساب الذوق تاعكم البنات. هنا عندي ملعقة صغيرة تاع الخميرة، وعلى حساب الجو اللي عندكم في المطبخ. هنا عندي 3 كيسان تاع الماء اللي يكون دافي. من بعد نديرو الكاس الرابع. الخميرة خياتي العزاز على حساب الموسم والجو اللي عندكم. اذا كان زمان الشتاء وعندكم الحالة باردة في الدار تقدروا ديروا الخميرة حتى ملعقة ونص تاع الماكلة. وإذا كان عندكم في المطبخ دافي وزمان الصيف ديروا غير ملعقة صغيرة، على خاطر راح نزيدو نديرو معاها كيس خميرة تاع الحلوى، هي اللي راح تعاونها اكتر واكتر. هنا راح نديرو الكاس الرابع تاع الماء. انا الماء درتو دافي خياتي العزاز، وفي نفس الوقت المقله تاعي راهي تسخن على جهه. كما قلت لكم في الاول تخلطي منا طيبي منا وتاكلوه منا بالصحه والهنا يا ربي عليكم يا البنات وعلى عائلتكم ان شاء الله. هنا بعد ما خلط كامل بالبراميكسور، لازم يكون القوام ما ثقيل ما خفيف. دوك نوريلكم كيفاش راح يكون القوام تاعو. راني نوصي في البنات المبتدئات خاصة وعامة البنات يحبوا يتعلموا يحبوا يجربوا، ما ترهبوش، ابداو بالنص تاع الكمية، وهذا ناجح من اول تجربة. ديروا نصف المقادير وجربوا، ديروه في وقت قهوة العصر، ديروه تحبوا ديروه في الليل توجدوه، وغدوة الصباح تسخنوه تدهنوه عادي. المهم ناجح من اول تجربة. هذه كيس تاع الخميرة اللي قلت لكم عليها في الاول خياتي العزاز، ديروه وخلطوا شوية وحبسوا. المقلة تاعي راهي تسخن، وانتم اذا كان عندكم طاجين باش محتمدين طيبوا ديروه. كي تبداو تحضروا في المقادير وتوجدوا في البغرير في نفس الوقت المقله تاعكم راهي تسخن. هذا البغرير خياتي صدقوني نتمنى ان شاء الله تبعوا فيه وتجربوه وترجعوا لي ارائكم في التعليقات، وتفرحوني بلي جام ولي كومونتير. واللي ما اشتركتش نقولها اشتركي، ما راح تخسري والو، بالعكس راح تستفادي معايا ان شاء الله غير في الخير. هنايا كما قلت لكم خياتي اني كملت البغرير خلطته، وهذا هو القوام اللي نحب نتحصل عليه، هذا هو القوام. هنا المقله كانت سخنت لي خياتي. نبداو بالورقه الاولى. انا يا خياتي العزاز برك نقول لكم حاجه، انا نحب ندهنو بالزبده، وكاين اللي تحب تدهنو بزيت الزيتون والسكر العادي، كاين اللي يدهنو بالزبده العاديه والعسل.
أنا عندي لمسة يما ربي يحفظها لي ويطول لي في عمرها ويطول في عمارات أمهاتنا كامل واللي ماتوا ألف رحمة عليهم يا رب العالمين. حتى كي تزوجت وجيت لداري عودت عليها ولادي، لازم ندير هذيك اللمسة، واللي هي كي ندير الزبدة في البغرير نحب ندير سيكر كلاص، اللي مالفين يديروه ولا مالفة يديروه في عائلتهم الكبيرة دار باباهم، ربي يحفظه لهم ان شاء الله. تقول لي في لي كومونتير، لا راني غير وحدي ولا راكم معايا. هذا هو البغير تاعنا بعد ما وجد. شوفوا كيفاش خضر هذاك اللون الهايل وجا متقب الله يبارك، جا كي الشهدة وجا شمخته مليح بالزبدة. وقلت كيما قلت لكم خياتي انا نحب بعد ما ندهنو نرش عليه سيكر كلاص، نموت عليه بهاد اللمسة تاع يما ربي يحفظها لي. نتمنى تكونوا تبعتوا الوصفة وتجربوها وتقولوا لي في كومنتير، وما تنسونيش كثروا لي تعليقات باش يطلع لي الفيديو ولي جام والاشتراك. ربي يجازيكم كل خير وربي يلاقينا في ساعة الخير ان شاء الله. نضرب معكم موعد اخر في وصفة جديدة. السلام.